السلام عليكم متتبعين ديالي، نتمنىكم تكونوا بخير وبالف خير، وان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نعاود لكم قصه رجاء. وهي رسامه صاحبتها طلبت منها ترسم ليها راجلها، ولا راجل صاحبتها كيمشي عندها للدار باش ترسمو. هذه هي قصتنا ديال هذا النهار ديال اليوم. غادي نشوفوا رجاء شنو غادي يوقع ليها. تابعوا معايا القصه حيت فعلا القصه زوينه وعامره بالمفاجآت. يا ريت الا عجبتكم القصه ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. كتقول صاحبه القصه: انا رجاء، عندي 28 سنه، مزوجه هذه 6 سنين، وعندي ولد في عمره 5 سنين. راجلي خدام موظف في واحد الشركه، وهذه عامين نقلاتو الشركه لواحد المدينه اخرى. كانت الشركه يلا فتحت فرع جديد واختاروا راجلي هو واحد الموظفين. المهم كنت عايشه معاه بخير، ولكن بعد ما تنقل لواحد المدينه اخرى حسيت بواحد الفراغ وحسيت بالوحده، حيت ما كنتش خدامه وطول السيمانه هو مسافر وكيجي غير في الويكاند. ولدي كنت كنديه للروض، كنت كنبقى غير بوحديتي. الوقت فاش كان راجلي مسافر كنت كنكون بوحدي وتنكون محتاجه لراجلي. كنت كندوي معاه في التليفون وتنقول ليه راه توحشتك، وكنبقى ندوي معاه بالكلمات الزوينين. كنت كنلقى اغلب الوقت دائما هو مشغول، النهار وما طال. من نهار سافر زادوا له في الخلاص، ولاو كيعطيوه الدوبل ديال الفلوس. كانت يعطيني بزاف ديال الفلوس، المستوى المادي ديال الناس حسن، ولكن الفلوس ما تعوضوش كل شيء. لدرجات قلت ليه رجع خدم في الشركه الام في المدينه فاش كنا. حتى ولو رجع الرصيد قل بحال الاول ماشي مشكل. قال لي كيفاش؟ انا اللي كناخذ القرار. قال لي غير صبري، انا كنخدم على قبلك انتي وعلى ولدي باش نوفر لكم حياه زوينه. وانا كانت عندي واحد صاحبتي معايا من المدرسه، كنت ديما كنتواصل انا وياها، وهي كانت مزوجه وفرحانه مع راجلها، ولكن الظروف الماديه عندهم ضعيفه. انا كنت تنعاود ليها على اي حاجه، كل شيء كنعاودوا ليها، اي حاجه بسيطه صغيره ولا كبيره، اي حاجه في حياتي كنعاودها ليها على راجلي وعلى تفاصيل حياتنا. وحتى هي كانت تعاود لي على حياتها وعلى راجلها. انا كنت كنحمق على الرسم. قبل ما نتزوج كنت نصايب اللوحات، فكرت نرجع نرسم، قلت نعمر وقتي باش ما نقنطش. ملي قلتها لراجلي وافق، وعاودتها لصاحبتي طلبات مني نرسم ليها راجلها. قلت لها صافي واخا صيفطي لي التصويره ديالو ونرسم ليك بحالو. هي قالت لي احسن الا جبته هو براسو وترسميه، المهم يجيو عندي للدار بجوج ونرسمو. قلت لها واخا مرحبا. وفعلا جاو عندي وعرفتني به. هو كان تقريبا في العمر ديالي، قد انا وياه في العمر. كان يجلس قدامي وانا كنرسمه، واتفقت معاه باش يبقى دائما يجي باش نكمل التصويره حيت خدات مني وقت. وكان من المفروض يجي مع مرته، ولكن هي جات معاه غير المره الاولى، ما عاودتش رجعات معاه. انا كنت متاثره بالكلام ديال صاحبتي عليه. كنت انا كنرسمه هو قدامي وانا كنتفكر في الكلام ديال صاحبتي. ملي كان كيجي كنت كنبقى انا وياه كنتكلموا بزاف. ملي كان تيمشي كنبقى غير مع راسي، الضمير ديالي كيأنبني حيت الهضره تطورات للغلط. ضميري كأنبني من جهه صاحبتي ومن جهه راجلي، وانا ما كنتش كنعرف بان داكشي اللي كان كيوقع كيتصور صوت وصوره، وباللي ان راجل صاحبتي كان تيصور هذاك الشيء. واحد النهار وانا لقاه مصيفط ليا واحد الفيديو، وكان تيطلب مني الفلوس باش ما يصيفطش الفيديو لراجلي. انا تصدمت وبقيت كنبكي وكنقول ليه حرام عليك، انا غنقول لمرتك على كل شيء. ولكن المفاجاه كانت مراته عارفه كل شيء، وفهمت باللي كانوا متفقين عليا من الاول على ود الفلوس، باللي غنجيبو باش نرسمو يستغلوني باش ياخذوا الفلوس. حيت انا كنت عايشه بخير ملي راجل اللي خدم فرع جديد، هما كانت ظروفهم خايبه. صاحبتي اتصلت بيا ولات هي كطلب مني الفلوس. ملي قلت لها ما عنديش قالت لي بيعي ذهبك اولا غنتصل على راجلك وغنعاود ليه كل شيء. صافي بقينا على هاد الحال شهرين. صافي في هاد الفتره هادي عطيتهم 3 ديال المرات الفلوس. المهم كاع داكشي اللي كان عندي عطيته ليهم، ولكن والو، بقاو هكا كيستفزوا فيا. انا عارفه راسي غلطت وكندفع الثمن غالي، وهادشي اللي طرا وهادشي اللي وقع
ودابا خوتي الصديقه ديالكم كطلب منكم تنصحوها وتقولوا ليها شنو تقدر دير في لي كومونتير. وهذا الشيء خص الانسان في الحقيقه يشد راسو ويعرف راسو شنو تيدير، ويحاول ما امكن ما يتجهش لطريق الحرام، لان طريق الحرام كتؤدي للهلاك. الله يهدي ما خلق، الله يهدي الجميع يا ربي. وبسلام عليكم، الى قصه جايه ان شاء الله. بسلامه.